السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض البانيه. زي ما انتوا شايفين كده، متغلف كويس وطعمه بجد جميل جميل جميل. يلا نبدأ مع بعض. ما تنسوش اللايك بقى، ما تنسوش اللايك ودوسي علامة الجرس واشتركي في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده البانيه انا غسلته كويس وحطيته في شوية مية، نقعته في شوية مية وربع معلقة خل، وبعدين شطفته كويس وحطيته يتصفى، ودلوقتي بنطلعه مع بعض. ديت بصلاية كبيرة انا بشراها، هنحطها دلوقتي على البانيه. هنحط كمان معاها شعرة فلفل اسود برضو، يعني نص معلقة صغيرة برضو. يلا، مين لسه ما حطش اللايك؟ حطوا اللايك بقى يلا، واعملوا بقى دوسوا على الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واشتركوا في القناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يصلح ما بين ايديكم ويخلي لكم حبايبكم وتبقوا بخير وسعادة وهنا يا رب. دي انا جبت ايه دلوقتي في الطبق؟ دلوقتي جبنا طبق حطينا فيه نص كوباية دقيق، نص كوباية بقسماط، ونص كوباية فيجيتار. انا حاطة فيجيتار حراق، لو انتوا ما بتحبوش الحراق حطوا فيجيتار عادي اللي هو البارد. هنجيب طبق دلوقتي وهحط بيضة وعليها رشة فلفل اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. جربوا بقى طريقتي كده في البانيه وقولوا لي رأيكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. طبعا كلكم شطار وانا عارفه كويس اوي، بس اهو دينا بنتعلم من بعض. كده جبت البيضة، حطينا عليها رشة فلفل اسود، نقلبها بقى كويس. نقلبها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ده خلصنا. ابدا اغسل ايدي بقى واجيب البانيه. يلا هروح اجيب البانيه وارجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يسعدكم يا رب ويشفي كل مريض. كده ظبطنا جهزنا الحاجة، هنبدأ بقى نعمل البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مركزين؟ قولوا مركزين معايا ولا لا؟ يلا هنغلف البانيه كويس كده بالبيض، وبعدين نغلفه بقى بالتتبيله اللي احنا عملناها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نغلفه بالبقسماط كويس عشان نعمل ليه كفر كده، ما نيجي نقليه ما يقعش. شايفين بقى عملنا ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى واحده كمان، نغلفها برضو كده ونغلفها برضو بالبقسماط. لازم تاخدوا بالكم كويس، تغلفوه كويس كده علشان وانتوا بتقلوه الكفر يبقى جامد كده ما يقعش. هيبقى بجد البانيه طلع مقرمش وطلع جميل جدا.
ان شاء الله تجربوا ويعجبكم. ياريت اللي جربه يقولي رأيه. كمان هيعجب الولاد جدا. انا ولادي كلوه قبل ما اخلص، يدوب قالت 3 خدهم كلوه بألف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوهم والولاد كمان يفرحوا بيهم، ياكلوا البانيه ويفرحوا ان شاء الله. ربنا يفرح قلبكم كلكم يا رب، ويجعلها ايام سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم. كده عملنا البانيه. يلا عملتوا اللايك ولا لسه؟ يلا اعملوا اللايك بقى يلا، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. شفتوا بنبطنها كويس ازاي؟ لازم تبقى كلها متغلفة، كلها متغلفة بالبقسماط والفيجيتار والحاجة. كده حطينا طاسة على النار وحطينا فيها زيت، والنار ما تكونش عالية قوي، تكون وسط، علشان مش اول ما نحطه يتحرق وما يبقى ني. كده بنحطه واحدة واحدة كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل مكان كده عشان نحط واحدة كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي، صلوا على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ان شاء الله تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. كده البانيه بعد ما اتحمر، وبنقل بطاطس كمان اهي عشان نحضرها مع البانيه، عشان نقدمها مع البانيه. كده بنقلبها على الناحية التانية. شفتوا الكفر عامل ازاي على البانيه؟ مش واقع بسم الله ما شاء الله. شفتوا الجمال والحلاوة؟ يلا بقى حطوا اللايك بقى، حطوا اللايك عشان الجمال ده. ان شاء الله تجربوه يطلع جميل جدا. كده طلعنا البانيه وبنحط قطعة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي القطعة التانية. الله أكبر، الله أعظم سترك يا رب رضاك. كده البانيه اتحمر من تحت، هنقلبه على الناحية التانية بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا اللون عامل ازاي؟ لونه جميل وريحته جميلة، وبجد طعمه كان رائع، كان روعة بجد. ان شاء الله تجربوه تقولوا لي رأيكم، اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. بسم الله. كده خلاص استوى، نبدأ نطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم كده الأكل بعد ما خرج؟ خلصنا الأكل كده، بجد وجبة غدا هتعجبكم جدا جدا جدا. وعملت جنب مكرونة كده بعد ما الأكل خلص، وعملنا جنبه مكرونة وخلينا بطاطس. شايفين اللون عامل ازاي؟ بألف هنا وشفا على قلوبكم. ان شاء الله المكرونة هبقى اعملها لكم في فيديو تاني. شفتوا اللون من جوه مستوي من جوه زي الفل، جميل جميل جميل. بألف هنا وشفا على قلوبكم. يلا جربوا بقى وقولوا لي رأيكم ايه، واللي ما عملش اللايك لسه يعمله واشتركوا في القناة.